تصادفا لهالغاب بركتش. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس ما قرآن كريم سورة حديد آية 16 و 17 و مدوام كن تفسير كشاف تفسير إمام الزمخشري. الله تعالى آية كريمة دا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قينات يا وقتا وي يعني جوان كسي كو إيمان هانين قينات يا وقتا كو أن تخشع قلوبهم كو بترس قلب وان ذكر خدا و او تشتكو نازل بياج حقية. يعني بيجا دبكو ذكر جي مقصد جي قرآن با و حق جي دبك قرآن با و باشقا معنى كدن جي إليخ. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب أفجي يعني عطف بسر أن تخشع أن بكن بجد به يجي بمعنى الله ناهية أو يجي بالشكل معنى. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب يعني قينات يا وقتا كو نبن وكوان كسي كو كتاب هاتبو داين جوان رد بردا وفطال عليهم الأمد والزمان سروان دريج ببو ديال كسركي دريج مابول فقست قلوبهم قلب وان حشك ببو وكثير منهم فاسقون برجوان أهل الكتاب ببو. نجي من رجب تيجرتن جانا ألو أفندم أنا جانا تيجرتني نورمال إنترنت مالي تقرم أو تلفوني أدوم تها باشتره من جاء تفسير ألم يأني من أنا الأمر يعني جاءنا يأني إذا جاء إنا من أن الأمر يعني من أنا الأمر يعني جاءنا يأني وقتا هاتي قي وقتاوي أنا الأمر يعني وقتاوي تشتهاني الأمر إذا جاء إناه أي وقت أي وقته demek mana elem yani bu şey elem yani vakta ku en takhşa kulubuhum li zikrillahi kalbi memnun zikri khadara بترسى وما نزل من القي وقتا ويناتي يعني وقتا ياتي. بله. وقرئ ألم يئن جهاتي خواندن ويشاغي من آن يئينو أنا يئينو بمعنى أنا يعني وجي معنى عين يعني ألم داخل الشر يعني بيه لام الفراويتش بقى أنا يئنيه ورا ياخد ألم يئن جناقصة وياجي جوافة أنا يئينو أنا يئينو يعني بقى لا أنا يئينو لام الفراويان نونه مجزوم بلمي أوجي معنى عين تساوي بمعنى أنا يعني وألما يعني جي هاتي أخواندن ألم يعني ألما يعني ألما يعني جي يعني حتى أنا جي خي واختارك قلبي ومترسى واختار حتى أنا جي واختار هناك. بله. قيل كانوا مجذبين بمكة معناه يعني إنك قلت دنما مكة ده الصحابي دتنقاية دابون دقراغ دابون د
دستقنتی مادی دابون دستقنتی مادی دابون فلما هاجروا وقتا که هجرت کردن به بال مدینه و اصابوا الرزق والنعمة جا دوی داره نعمت بول بو رزق بول بو ففتروا عما كانوا عليه اینکه گوشگی چه بود گوشک بون جاءوا تشتي كل مكة ذكرن لمدينة وكسستايكي لوان تشيبو فنزلت بآية هاني نازل. وعن ابن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. دنا بين مسلمانتيا مو وعتابا كأماتن عتاب كرم بفي آيات دنا بين ويدا 4 سال. يعني ابن مسعود أهل مكة مكة ناصل بيدها إسلام ابن مسعود جي زوية لجور مكو بشتكوات المدينة فرايد تان تشيبو بولغي تشيبو جوشاكي تشيبو ابن مسعود جي ويا بشكي جور را عبارة نبو مخالف يعني لقولي ويا نمكي مكة طبعا ما في آياتي وإسلام آمد نوا 4 ساله دا بو آيات مدنية آيات مدنية ولا مدنية يعني demek ki Medine ayet nazil biye Emr Mekki buna ibadeti Xuda amdaha şlandı buna çünkü ilqaçime kafir buna falan buna matnen Medine bolluğu şey bir stanya mey şey bir dena beyna بجمع كان بين هجرتنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلى 4 سنين عبارة ضاخش فمبنى بين إسلامنا وبين بين أن عوتبنا يعني ويا كنت بإسلامنا نك إسلام تمام يا هنكا يعني رواية ابن ويجي فرق ليس هذا تاريخ مسلمان بربونا demek معنويا bazı tişkimeci en utibata ونوصا في عبارة وصا تزقنا يوصا ان عتبنا en عتبنا سيدا عتبنا نونه عتبنا ما لا يفهم وتي yanlış ya وصا yanlış او تي نونه عتبنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس دبي أن الله استبطأ قلوب المؤمنين فضاي تعالى سس دي جوشك دي قلب مؤمنة وفعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن يعني بشتي 13 سال نزول القرآن بشكو بشتي هجرات دي بيان يعني سيزداد أفشنك مدينة يعني بشتي 13 سالي خدا تعالى مذاكر قلبي مؤمن أسست بيه خدا عتاب لوانك وعن الحسن رضي الله عنه أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن أقل ما تقرؤون أقل مما تقرؤون أقل من القرآن أقل مما تقرؤون خدا جوشك دي قلبوان جوشكية دي دوان دا وهم يقرؤون من القرآن وانجي الدخان دي القرآن أقل مما تقرؤون يعني هندك جوقان دي واجي ندخان دي وانئيرو دها زيدات خوينا دي قال وي كو هندك دخان دي قلبوان دا سستاي تشيبو خدا وعيطاب الوانك أفانظروا في طول ما قرأتم منه جعل مزاكا بنيرا وانشخا زيدا تردخينا وما ظهر من فيكم من الفسق دقالك وان زيدا دخينا فسق جد ودا دها زيدا يعني وكاكو إيرو باي خداي تعالى دها زيدا عطاب الواب قبل زرنامة أوجي حسن البصري بردور نبي سيدا بردور كان
تفضل شيء önemli nokta ve خندن هي أنا هلا إيرو خندن هي معنات كنا تدبر عمل كنا تدبيجات كنا أبي بكر رضي الله يعني عنه تجي مثلا بري أنا إزدكن تبيك جوا تماما شيء فلان هذا يعني مالك فريوي حطام وعن أبي الدنيا بكر رضي الله عنه مالك كلام كست وعن أبي بكر رضي الله عنه أن هذه الآية قرأت بين يديه بآياتها هات خواندن جنب حضرة أبي بكر رضي الله عنه وعنده قوم من أهل اليمامة جروب كيج أهل يمامة الجمابو فبكوا يمامة أوكي يمنى ناصدا يمن سد بلقيك يمنى يمامة صنعاء ولا يمنى صنعاء يمنى نقول يمامة فأطيع أوجي ناب بلقاء جيم سيلمة الكزام يمامة أوجي يمن كدوري أوجي يمنى فبكوا بكاء شديدا أو أهل يمن قريان بقرين كي أواز زيدا فنظر إليهم حضرة أبو بكر الوان مذاكر فقال هكذا كنا حتى قست قلوبنا أمجي وكواب حتى قلب ما حشكو يعني حتى قلب ما حشك نبغى يضاد خواندن أمجي تقريا قلب ما نرمبو لدما أنا حشا يويكو يعني أنا قلبي ما حشك بيا يدوك آيات دماغ تفسيرنا مثلا أنت كمرت شيء دائما بيرحش دبا نشر دبا يعني لا تصور ويا بزيد الناس القلب جد آيات إذا ما قوة ما نزل وقرئ نزل ببنا مجهول جاتية خاندن وبالتضعيفه ونزل بالتضعيف ديساء وأنزل جي قراءة ضابنا ولا يكون عطف على تخشعه يعني ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وألم يأن أن لا يكونوا كالذين من قبل وجابة من بنج حسا نونا يكونوا جبو أني ناصبه بله حسفا نونا لا يكونوا جبو أني ناصبه أنك بسلام تخشعي مقدرة أن تخشع وألا يكون بله ايش هو وصل معناه كده ها جبير كده وصل معناه كده وقرئ بالتاء على الالتفات ولا تكونوا جهات يا خواندن التفات غيبته ببال مخاطبات ويجوز أن يكون نهيا لهم عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب بعد أن وبخوا دبكوا أن ببجن جلاي ناهية يعني أبيا ولا تكونوا والنبل ويجوز أن يكون نهيا لهم جزما نوني بلاي إشاء ولا تكونوا والنبل مثل أهل الكتاب في قسوة القلوب اشتكوا توبيخا وان هات كرن أهل الكتاب توبيخا أهل الكتاب هات كرن نعم عن مصلحة الكتاب في قسوة القلوب بعد أن نوبخوا اشتكوا هات انت أهل الكتاب هات انت توبيخ كرن مزاون بقسوة قلب ضنا بنواك وانجبوك قلب ونجنين التوبيخ يشتشو ذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين الشهوات بني إسرائيل حقيد دكتنا بين وان وش هواء ونفسوان يعني حقيد بو أنجل جبو الشهوات وهواء وتشتيك وتخواست حقيد بو أنجل جيرانات كرن وإذا سمعوا التوراة والإنجيل ما لا رجال ما لسه بعد أن وبخوا تقول أهل الكتاب أدم أهل الكتاب نعم يا أهل الكتاب
بلكي الصحابي رسول الله نن صلى الله عليه وسلم بعد أن وبخوه ثم قست قلوب ثم قست قلوبهم كل جوري ألم يعني كقوة ألم يعني أن تخشع قلوبهم بله ألم يعني بعد أن وبخوه مش لكو هات التوبيخ كذلك يعني ألم يعني وقتها أن تخشع قلوبهم بشتوي ذا ولا تكون تمام بعد أن وبخوه بله يعني هاتني قص هذا وهذا يقاس كي داون وقو ولا تكونوا ونبل بله أجاب بني إسرائيل وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين الشهوات وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم قبل ساعد كرن توراة إنجيل قلبي والنرم دبو شفادات ترسيان فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة الزمان بشتي كسرات دريج بو زمان وان دريج بو وكسيدا قلت تشتكي كمعرف دناف دا دمينا قلت تبشى التأثير يسار مرمى كيم دبا واختلفوا اختلاف كرن درام خدا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره ويدي بيدا شتك بيدا كرنش تحريفي وش غيري وش داقش كرني وش يانش معنا كرني وبناف كاتنو بلغ هنا كفرية يعني حتى فإن قلت ما معنى فإن قلت ما معنى لذكر الله وما نزل من الحق يعني ألم للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق معناه قلت أسيب بيجم يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق القرآن دباكم مقصد بهر يجي قرآن لأنه جامع للأمرين چونك القرآن هم ذكر وهم حق نازل بيه للذكر والموعظة للأمرين للذكر والموعظة أمج برخصتنا وعزة وأنه حق نازل من السماء وقرآن حق كش أصلا والموعظة تفسير لذكر الله ماله وما نزل من الحق أنه حق نازل من السماء وأن يراد خشوعها وأن يراد خشوعها إذا ذكر الله وإذا تلي القرآن مقصد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وأن يراد خشوعها خشوع قلبي يعني مقصد هاتي إرادة كرن بخشوع قلبي جي وقت بس خدا ورا كرن يعني الشيء ديات خوازك ديات بشه نقرأ ولا ذكر الله ما نزل من القرآن ما هي ذكر القرآن بله ديات خوازك ذكر الله وما نزل من القرآن آية شفقت آيات بشه ويجوز أن يراد هو بيذكرني وأن يراد قبل ذكر خداات كرن أو مقصد جي ذكر وما نزل من الحقيقي فن القرآن از دبردا سبب نزول او آیت تشتکی مدیت خوزم و پاریکم يمكن سبب نزول او دبي كلبي دبيجا مقاطر روايتها نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا حدثنا عما في التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية أزلان قال الكلبي ومقاتل نزلت في المنافقين هذه آيته ألم يأن الذين آمنوا بعد الهجرة بسنة وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسية ذات يوم فقالوا حدثنا عما في التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية يعني القرآن جوار نازل بيه نازل دبه نازل بيه ونشونا بي او التوراة كاتنا وندوان عجائب العالم يعني الذين انت شاقلوا نيز نبي يكو قلبي وين نرم ببا جو قرآن ربالي
كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم دوام آيات زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني دبردا جوي ذكر خدا دبردا ذكر تلاوت بس خدا تكرن قلب وان ترسه وقت کو آیت خدا خواندن سروانجی ایمان آمازه. أراد بالأمد الأجل ما جو وقتا كو فإذا طال عليهم الأمد مقصد أمد مدة سرعة كقوله إذا انتهى أمده يشخصاتي يعني وقتا كو قضية أجلي زماني سراوي كل حي مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهى أمده شرعيا مالي كل حي مستكمل مدة عمري صار مدة عمري خو دقدينة خلاص كمدة عمري وكل حي مستكمل مدة عمري وكل حي مودي امرأة إذا انتهى أمده واختار هلاك تبا واختار أمده بقدا هلاك سوري بقدا هلاك وقرئ الأمد مشدش يا خان أي الوقت الأطول ضها دريش فرد وقت زيادة دريش أمد يعني أن وقت يختار بقدا لسات امرأة دبردا كنت دي دبي سيدا دبي حتى طالع عليهم الأمد بله يعني ده إفادة كرن كو إنسان دجونا دوام بكه بدريش كرنا زمان قلب إنسان حشك دبه هر دچه جتوبه جي دور دبا وصل ده إفادة كرن يعني جناه تشكي وسا بيسه هفتينه يعني وقتك مالية كرام سعادة نقال بيتي نقال سلمان دي دبار حد برحتي مالك قنادو برام مالك كلام وكثير منهم فاسقون وبرجوان فاسقون يعني خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتابين أهل الكتاب بريوان جدين دركتن ورافيان دوركتن تشتي كد توراة وإنجيل ذهب. أنا أبيا كلمة كبيرة وكثير منهم فاسقون من خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتاب. إما أنا خير مسلمان تشتكي القرآن تركوي نكد يعني حكم القرآن هي جهي عبادته تشتكي إناجو عبادته بس معاملات تشتكي أوجب بيان عادات في شنو ماذا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها ونبظم بن قضاء صادك أرض بشتمرناوي قضاء أرض صادك قد بينا لكم الآية شكرية دا تايلاندر مشكرية شيان دي جوارا آياتا لعلكم تعقلون جبوكون عقل بقرة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قيل هذا تمثيل لأثر الذكر في القلوب أنك قلت بمثل جبوكو يعني ما قول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يا ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن الله يحيي الأرض بعد موتها سيدا وتعالى عرضي صعد كتبشي باران سزي عرضي كباران الدا خدا عرضي صعد كه يعني شوا خدا عرضي صعد كه عرض باران صعد به قلب إنسان بذكر خدا صعد أجل مثلا أن الأرض يحيي الأرض بعد موتها مثلا شيء مثلا ذكر قلوب يعني شوا عرض باران صعد به قلب جيب ذكر صعد أجل دلشد عين من نجو صعد وأنه يحييها كما يحيي الغيث على الأرض
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إيكو مصدق ابدأ وجي يا إيكو تصديق دكن ويجي بجلسر معنا خب معنا إيكو صدقة ددن جميرا جبيرك وأقرضوا الله قرضا حسنا أو إيكو بالدين ددن خضاء بقرض حسن دينك حسن يضاعف لهم خضاء جوان را قط بقط دكا ولهم أجر كريم وجوان را أجرك قنج دنجيحي. جاء المصدقين المتصدقين وانكو صدقة ددن وقرئ يعني على الصاد الأصل سيدا تبدا صاد شدية تي وصاتا تي صاتا درمتي بابي تعالي تفعل تكثرية بله. وقرئ على الأصل مصدقين بشدة أطيع خواندن وشاغي من صدقة وشاغي التصديق وهم الذين صدقوا الله ورسوله يعني المؤمنين. يعني قبل جويبة بمعنى التصديق إذا متصدقين يكو صدقات. فإن قلت على ما عطف قوله وأقرضوا عطف قوله تبيش فإن قلت على ما عطف قوله وأقرضوا فهو أقرضوا الله قرضا حسنا أو أقرضوا عطف بسر شوية ببيشي. قلت على معنى الفعل في المصدقين إذا بيجم أو مصدقين كم معنى فعلي تدا هي أقرضوجي أم عطف بسر وين معنى فعلي تركيب تبيرا وسيدا التركيب ده ويا الظروف ده دبيكي اسمه فعل قال فعليه مفردة إلا تسيجي هذا وده تفسير ضمير شانيك وكذا صلي ألف لام بله عايشة فرادي مسألة صلي ألف لام لأن اللام بمعنى الذين çünkü لام أبكي الفلام بمعنى الذين موصولان واسم الفاعل بمعنى أصدقوا اسم فاعل شيء demek أوجه الجملة يعني بس يعني معنى فعلي لأنه قيل إن الذين أصدقوا وأقرضوا أو شغاء أصدقوا وأقرضوا جي فعلا مع تفسير والقرض الحسن قرض حسن شيء وأقرض الله قرضا حسنا معكو قرض حسن شيء أن يتصدق من الطيب عن طيبة النفس وصحة النية على المستحق للصدقة. أوكو صدقة بدا جمال حلال باقش ومن طيبة النفس قلبك خوش بقلبك فراء وصحة النية وبنيتك صاغلمة بإخلاص ده صدقة بدا على المستحق للصدقة. بدا إيكو محتاجة جبو الصدقة تشكي بدا ويشاغي أقرض الله قرضا حسنا وقرئ حلال كيف أقول بنيته صحيح بدل سن مستحقي كش بصدقين بديكي اشتغل مصدقين قرض حسنا. وقرئ يضعف ويضاعف جي كسر عيني أطيخ أي يضاعف الله خدا قدك قد بقد جاء يضاعف هذا جي يضاعف الله يا يضاعف الله بل ما نجمنا بس وزانا بس خوزي برا مال بالبعيد
بس أصابكم الله شيء الهداية ذاك الذي وأبيك ذاك الذي يعرف مالكا أو يأكدك مالك ناسك والحق يدفع الترهات الباطل حق دفع ذكاء ترهات الباطل ترهات معنى شو؟ ترهات يعني الضرر باطل حق يرادك ضرر باطل حيلة وخردة باطل حق يرادك بله أي زمان لازم بله أصابكم الله خيرا.